السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكرة إن شاء الله مباراة الأهلي مع حرس الحدود الساعة 9:30. النادي الأهلي عايز يجدد عقد بيرسي تاو. المفروض عقد بيرسي تاو عقده هينتهي يوم 30/6/2024، يعني حوالي سنة. والنادي الأهلي عايز يجدد عقد بيرسي تاو بسبب طبعا تألقه مع النادي الأهلي، وإن هو يعني بقى بيعمل اسيست كويس للمهاجمين، وبدأ يهاجم كويس وبدأ يظهر بصورة أحسن من اللي هو كان فيها قبل كده. فبيرسي تاو دلوقتي من اللعيبة دلوقتي اللي النادي الأهلي عايز يجدد العقد بتاعها علشان قرب ينتهي. في برضه محمد شريف طلب تحديد مصيره مع النادي الأهلي في الموسم الجديد، بعد ما سمع إن في تعاقد مع مهاجم جديد. عشان مستر كولر طلب إن يعني عايز مهاجم جديد. فمحمد شريف عايز يعمل مصيره، عايز يعرف مصيره إيه مع النادي الأهلي في الموسم الجاي. طبعا محمد شريف مستواه قل بنسبة كبيرة عن السنين اللي فاتت. مش هو محمد شريف اللي احنا عارفينه. كان محمد شريف المخيف، دلوقتي بصراحة مستواه تراجع كتير أوي عن الأول، وبان يعني بصورة أوضح في مباراة الأهلي مع الوداد البيضاوي في المباراة الأخيرة. برضو في البطولة العربية اللي هيشارك فيها نادي الزمالك، هنقول المجموعة اللي فيها نادي الزمالك. هيكون الزمالك ونادي النصر السعودي ونادي الشباب السعودي والاتحاد المنستيري. طبعا يعني أعلن فريق النصر السعودي إن هو هيلعب بكل البدلاء، علشان يعني إيه في ماتشين أولانيين كده نادي النصر هيلعبهم. هيبقى يعني ايه هيعوز يعني اللي هو يريح فيها اللعيبه اللي هي الاساسيه ديت. لكن مع الميعاد بتاع ماتش الزمالك هتكون اللعيبه دي خلاص ارتاحت اللي هي الاساسيه، وهيشاركوا قصاد نادي الزمالك. نادي الزمالك طول عمره محظوظ يعني سبحان الله اللعيبه الاساسيه هتلعب قدام نادي الزمالك. في برضه حاجة تانية عايز أقولها لإدارة النادي الأهلي، إن لو في لعيبة هتمشي يا ريت تمشي في شهر يناير، علشان إحنا عندنا 5 بطولات. عندنا دوري وكاس والسوبر الأفريقي ودوري السوبر الأفريقي وبطولة كأس العالم للأندية. عندنا 5 بطولات مهمين، لازم اللعيبة كلها تبقى متواجدة مع النادي الأهلي، يعني على الأقل حتى لحد شهر يناير. بعد كده الإدارة بقى تشوف اللي عايز يمشي يمشي واللي عايز يقعد يقعد. لكن أنا يعني رجاء مني يعني يعني المفروض يحصل في ال5 6 شهور الجايين دول، إن اللعيبة كلها تفضل متواجدة مع النادي الأهلي عشان ال5 بطولات اللي مستنينا دول. والنادي الأهلي يعني في ال5 بطولات اللي جايين دول لو حقق من يعني النادي الاهلي ممكن يحقق بتاع 19 بطولات لمدة يعني في السنة اللي احنا فيها ديت. النادي الاهلي ممكن يحقق انجاز غير مسبوق لاي فريق في العالم ما قدرش يحققه، ان هو يفوز ب10 بطولات في سنة واحدة. فالنادي الاهلي قدامه فرصة عظيمة جدا جدا السنة دي. إيه، برضو عندنا برضو بن شرقي المفروض ان هو كان في نادي الزمالك. نادي الزمالك بيقعد يبيع اللعيبة وبعد كده يرجع عايز يشتريها تاني. فبن شرقي كان لسه موجود، يعني ابني كان في حجري ورجعت بعد كده اقعد ادور عليه واشتريه بملايين الفلوس يعني. فنادي الزمالك يعني كان باع بن شرقي بعد سنة واحدة او حاجة زي كده، يعني هو زي ما احنا شايفين ان هو عايز يجيبه تاني. وبرضه الكلام ده لطارق حامد، وفي برضه كذا لاعب تاني، وفي امام عاشور برضه. يعني هو نادي الزمالك باع كل اللعيبه ديت وبعد كده عايز يشتريها، فديت يعني علامه استفهام كبيره قوي. في برضه بيقولوا ان نادي الزمالك ان عمرو السومة جاي. يعني انتم يعني عمرو السومة يعني دي مجرد فرقعات اعلانات وفنكوش كده زي ما بنقول. عمرو السومة مين اللي هيجي الزمالك يعني انا مش عارف يعني هي دي باينه قوي ان ديت يعني ايه مجرد فرقعه اعلاميه في الفاضي. لان عمرو السومة دوت بياخد ملايين الدولارات، فمش معقول هيسيب كوليات وهيجي للزمالك. ان هو اصلا اللي معروف اصلا عن الزمالك ان هو مديون للكهرباء يعني والميه، وبص حاجات كتيره جدا نادي الزمالك مديون ليها. حتى في لعيبه كتيره لسه ما خدتش حقوقها من نادي الزمالك لحد دلوقتي. وبعدين انتوا بتقولوا يعني الاعضاء نادي الزمالك راحت مرسى مطروح وما احناش عارفين نرجعها عشان ما فيش فلوس.
فازاي بتقولوا التصريح ده وفي تصريح تاني بيقولوا ان انتوا هتجيبوا عمرو السومة؟ عمرو السومة طبعا بياخد ملايين الدولارات زي ما احنا عارفين. فديت يعني حاجة طبعا عليها علامة استفهام كبيرة أوي 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 أوي. برضه في حاجة تانية عايز أقولها لحسين الشحات، أحب أقول له إن أنت لو خدت 10 مليون أو 15 مليون من النادي الأهلي أحسن من 90 مليون في نادي تاني. النادي الأهلي كل يعني معروف إن هو بيحب حسين الشحات جدا، وإحنا كجماهير النادي الأهلي يعني هنبقى زعلانين جدا لو حسين الشحات مشى. فأحب أقول لحسين الشحات يعني إن هو يقعد، ويعني عشان تكسب يعني جماهير النادي الأهلي أكتر وأكتر، ما تعملش زي اللي عملوا من قبلك زي عبد الله السعيد وزي رمضان صبحي وبقيه اللعيبه دي. فنتمنى ان حسين الشحات دلوقتي ان هو يقعد في النادي الاهلي، لان حسين الشحات دلوقتي يعتبر انا بالنسبه لي هو ربع فرقه النادي الاهلي، هو محمد عبد المنعم. الاتنين دول بصراحه يعني المفروض ما يمشوش من النادي الاهلي، والنادي الاهلي يعني يعتزلوا في النادي الاهلي. وانا سامع ان محمد عبد المنعم النادي الاهلي هيجدد له، ومفروض ان هو كان ماضي 5 سنين للنادي الاهلي. انا سامع ان هما عدلوا العقد بتاعه وهيبقى اكتر من كده ان شاء الله. محمد عبد المنعم طبعا مدافع قوي جدا 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 جدا، هو احسن مدافع في افريقيا طبعا. برضه في محمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك ونجم نادي الزمالك بيقرر اعتزاله. محمد عبد الشافي طبعا لاعب محترم جدا ولاعب خلوق جدا جدا جدا. يعني انا كواحد اهلاوي في لاعيبه كتيره جدا في نادي الزمالك انا بحبها، منهم محمد عبد الشافي. عمره ما عمل مشكله طول عمره، يعني زي ما بنقول كده يعني ايه، من خليفه ابو تريكه كده في الادب وفي الاخلاق. طبعا ديت كانت حلقة النهاردة. اتمنى لو عجبك الفيديو اشترك في القناة واضغط لايك علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.